اليوم البوسني فايد خليلوزيتش كيخرج باش يقول لنا كيف انتم تذهبون الى قطر وتتركونني وحيد في باريس تحت المطر، وانا اقول له انت الرجل الذي كنت تشكل اكبر خطر، لم نذق معك الا مباريات من القدم، فذق اليوم قسوة القدر، لن نحصيك ولن نضعك حتى في الاثر لانك كنت اسوأ البشر. برافو. عثمان سبورت، كن رياضيا ذكيا. هنيئا لنا كمغاربه وهنيئا لنا كجماهير عربيه، منتخب مغربي صال وجال وحطم جميع الارقام القياسيه في الاراضي القطريه. منتخب مغربي كنعتقد على انه اضفى رونقا وجمالا خاصه في مونديال قطر 2022، ومنتخب مغربي ايضا استطاع ان يفعل ما لم تفعله السياسه بالتوحيد ديالو لجميع الشعوب العربيه بدون استثناء. بالله عليكم الم تشاهدوا كيف تفاعلت الجماهير المصريه في كل مقاهي الاسكندريه القاهره وفي كل ارجاء الدوله المصريه مع كل مباراه، مع كل هجمه، مع كل فرصه، مع كل لقطه المنتخب الوطني المغربي، وكانهم ولدوا في الرباط او في الدار البيضاء. الجماهير المصريه تفاعلت بكل جوارحها مع المنتخب الوطني، دون نسيان ايضا جماهير تونسيه، جزائريه، ليبيه، موريتانيه، وكل الجماهير العربيه المتواجده في الشرق الاوسط. كل هذه الجماهير ساندت وشجعت وكانت خلف المنتخب الوطني المغربي. الجماهير العربيه هي اذا اتحدت في محفل دولي عالمي خلف المنتخب الوطني المغربي، واعطت درس على انه في المواقف الصعبه ما يمكن لك الا توجد جماهير عربيه، وكلنا خوت مسلمين خلف المنتخب الوطني المغربي. هذا المنتخب اللي صراحه الاشياء اللي كيقدمها في مونديال قطر 2022 فقط الانجاز وتحولت الى الاعجاز. كيف المنتخب كيغير المدرب ديالو قبل شهرين من انطلاق مونديال قطر 2022، هو عارف انه المجموعه ديالو مجموعه الموت كتضم بلجيكا، كرواتيا، كندا، ومع ذلك مغامره قاتله. وليد الركراكي كيتنصب كمدرب اول المنتخب الوطني المغربي. كثير شككوا في القدرات ديال هذا المدرب، كثير قالوا على انه التوقيت ديال تغيير المدرب ما كانش في المحل ديالو. وليد الركراكي اليوم مره اخرى يثبت على انه مدرب يقام له ويقعد، مدرب بفكر اوروبي، مدرب عالمي. والمدرب وليد الركراكي مره اخرى يثبت على ان المدرب العربي اذا تقنى فيه لديه من الامكانيات والقدرات ما يكفي باش انه يمثل لنا احسن تمثيل في اكبر المحافل القاريه والدوليه والعالميه. هل تذكرون كيف كان اداء المنتخب المغربي قبل مجيء هذا الداهيه، هذا الفيلسوف، هذا غوارديولا المنتخب المغربي؟ في عهد ناخب فايد خليلوزيتش منتخب مهلهل، المشاكل قبل كل مباراه وقبل كل معسكر، لاعبين ينشطون ويبرزون في اكبر الانديه الاوروبيه، تشيلسي، حكيم زياش، بايرن ميونخ، مزراوي، امين حارس مارسي، مبعدون على المنتخب المغربي باسباب تافهه. اليوم البوسني فايد خليلوزيتش كيخرج باش يقول لنا كيف انتم تذهبون الى قطر وتتركونني وحيد في باريس تحت المطر، وانا اقول له انت الرجل الذي كنت تشكل اكبر خطر، لم نذق معك الا مباريات من القدم، فذق اليوم قسوة القدر، لن نحصيك ولن نضعك حتى في الاثر لانك كنت اسوأ البشر. برافو وليد الركراكي، برافو القتاليه اللي ابان عليها المنتخب المغربي من الحارس حتى يوسف النصيري. يعني دفاع ديال كاتيناتشو الايطالي، دفاع من الصعب انك تخترقه. منتخب مغربي عالمي كلاس مونديال، منتخب مغربي كيستحق كل التقدير، كل الاحترام، كل الثناء وكل الاعجاب. منتخب مغربي شرف ورفع رؤوس المغاربه وكل العرب في سماء مونديال اللي غيبقى محفور في ذاكره كل الجماهير المغربيه والعربيه. اللي مازال ما اشتركش في القناه هذا هو الوقت باش يشترك، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدنا اول باول، ديروا لايك. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.